ملخص الحلقة 19 من مسلسل وننسى اللي كان. بتبدأ الحلقة مع بدر وجليلة هما بيرجعوا على البيت. جليلة بتبص لبدر وبتقول له على فكرة أنا اتبسطت النهاردة. بدر بيقول لها وأنا اتبسطت إنك أنت اتبسطتي. وبتمشي وبترجع تاني بتسأله هو أنت هتروح ولا هتقعد؟ بيقول لها زي ما حضرتك عايزة. قالت له لا روح. بيقول لها حاضر وبتسيبه وبتمشي. بترجع تاني بتقول له تصبح على خير يا بدر. بدر بيقول لها وأنت من أهله. وبيقول لها ترجعي تاني ولا لأ، والاتنين بيضحكوا بيبصوا لبعض نظرات حب. وبتطلع جليلة على أوضتها وبتصدم لما بتلاقي شاهر في أوضتها. بتزعق معاه وبتقول له ايه اللي جابك هنا، وبتسأله جليلة انت دخلت هنا ازاي؟ بيقول لها عادي يعني بيتك اي حد بيدخله، بيتك فوضى يا جليلة، من اي مكان بدخله. وبيقعد يشرح لها يدخل بيتها ازاي، وبيقول لها شكل الواد اللي شغال معاكي دوت ان انت مشغلاه اللي اسمه بدر مش شايف شغله كويس. جليلة بتقول له طب امشي من هنا. بيقول لها على فكرة انا جاي هنا عشان خاطر اتفاهم معاكي لاخر مره يا جليله. وبيقول لها هات اللي معاكي اللي انت ماسكاه عليا، هات الملف يا جليله. وبيقول لها انا ما انكرش اللي معاكي ده يزين. وبيقول لها كمان على فكره زي ما انت ماسك عليا الملف انا ماسك عليكي حاجات تانية كتير. قالت له انا عارفه ان انت عايز تموتني. بيقول لها هاتي ما تخافيش. وبيقول لها انت هتموت على ايدي يا جليله. وبيقول لها على فكره انا هسيبك لحد ما ترجعي من الفيوم من الفيلم بتاعك. هنا جليله بتطرده وبتقول له اطلع بره، وبتقعد وبتبقى زعلانه جدا. بعدها بنروح لبدر بيلاقي فاطمه مستنياه وبتنادي عليه بيسالها ابوكي في حاجه؟ بتقول له لا. بيسالها ايه اللي نزلك في الوقت دوت؟ بتقول له ان هي كانت مستنياه وان هي عايزه تتكلم معاه شويه. بيقول لها وانت ما زهقتيش من اللي انت بتقوليه دوت؟ وبتقول له عايز اعرف بس ايه اللي مش عاجبك فيا؟ انا بمشي الناس كلها بتشيد بجمالي والناس كلها بتحبني والناس كلها بتحب جمالي. وبيقول لها اللي في دماغي ده مش هيحصل. وبتزعق له بتقول له على فكره كل ده عشان خاطر الست بتاعتك اللي اسمها هبه ديت. على فكره انت لما تعرف حياتها انت هتيجي وتعتذر لي. بيقول لها انت بتقولي ايه؟ انت اكيد بتعك في الكلام. بتقول له انت هتعرف انا هعمل ايه وانا مش هسيب حقي. وبعد كده فرج بينادي على عبله بيقول لها تعالي عايزه اتكلم معاك كلمتين. بتقول له على فكره انت مالكش كلام معايا، كلامك هيبقى مع اخويا بدر. بيقول لها تعالي بس اقعدي. بيقول لها طلاق انا مش هطلق والبيت انا هقعد فيه. بتقول له دوت من ايه بقى؟ قال لها العرف والقانون بيقول كده. قالت له العرف والقانون بتاع مين؟ مين اللي حكم لك بكده؟ بيقول لها طلاق مش هطلق. بيطلب منها ان هي تجيب الورقتين بتوع التحاليل. وبتقول له كل اللي همك بس الورقتين بتوع التحاليل، مش همك ان انت اتجوزت عليا بعد طول السنين ديت. وبتقول له على فكره انت لو كنت قلت لي انا كنت هفضل جنبك وكنتش هعايرك، لكن انت في الطلعه والنازله كنت بتعايرني. استفدت ايه بقى لما عايرتني؟ بيقول لها بصي بقى نهايه الموضوع دوت طلاق انا مش هطلق والبيت انا هقعد فيه. ياخد منها الورقتين وبيسيبها وبيمشي. بتفضل تعيط. بعدها سلمى مستنيه حد يجي. بيسالها الحارس في حاجه يا مدام؟ بتقول له لا. مستنيه حد هيجيب لي حاجه. بتروح وتاخد منه الدواء اللي هتحطه الجليله في الاكل. فبيبقى مصدوم جدا بيسال نفسه يا ترى هي هتعمل ايه. بيوصلوا الفندق وبتقول ان هي عايزه تتاكد ان السويت اللي محجوز لمدام جليله افضل سويت. بياكدوا لها ان افضل سويت اتحجز. وفي مشهد تاني بيروح بدر يخبط على جليله بيقول لها انت جاهزه يا مدام؟ قالت له ايوه مش فاضل غير الجزمه. بيقول لها بس اكتفك هتفضل عريانه كده؟ قال لها اجراءات امنيه. وبيبقى غيران عليها جدا. بتقول له على فكره الجو حر. بتقول له انت خايف عليا ولا ايه؟ بيقول لها لا دي اجراءات امنيه. وبتقول له جليله ان هي تلبس الجزمه وتيجي بدري. بدر بيبقى قلقان جدا وبيغير على جليله وبيبقى متضايق ان هي تمشي وكتافها مكشوفه. جليله بتنزل وهي مغيره الفستان بتاعها. بدر بيشوفها وبيفرح جدا بيبص لها باعجاب وحب. جليله بتقرب منه بتقول له انا جاهزه. بيقول لها كده احلى بكتير. والاتنين بيتبادلوا النظرات مع بعض وبيبصوا لبعض نظرات كلها حب وبيبقوا مبسوطين جدا. ودي بتكون نهايه الحلقه. اتمنى لو الملخص عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه والسلام عليكم.